مرحبا بكم في خبر جديد وقضية جديدة. أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة يومه الأربعاء حكما في قضية الاعتداء بهراوة البيسبول من طرف أحد السائقين على سائق آخر، بحيث أن عدسات الكاميرا وثقت لحظة الاعتداء، حيث أظهرت سائق حافلة لنقل العمال وهو يوجه ضربة عنيفة بهراوة على سائق شاحنة آخر. جاء ذلك بعد مشادات كلامية بين الاثنين، لكن سائق حافلة نقل العمال اختار الطريق الأصعب، بحيث هوى بهراوته على السائق الثاني فأسقطه أرضا. وقد انتشر مقطع الفيديو على نطاق واسع، وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي، وقد خلف استياء عميقا وموجة استنكار واسعة بين مختلف شرائح المجتمع المغربي وكذلك خارج الوطن. المحكمة قالت كلمتها في الموضوع. نعم، وأثناء المحاكمة تم الاستماع إلى الضحية الذي أقر بأنه تعرض لاعتداء مباغت تسبب له في أضرار جسدية وكذلك آثار نفسية كبيرة. وقد واجهت المحكمة المتهم بالفيديو الذي تم توثيقه لحادثة الاعتداء، وقد أبرز بما لا يدع مجال للشك أن الحادث كان حادثا صحيحا ولا يمكن إنكاره بأي حال من الأحوال، إضافة إلى الخبرة الطبية التي أكدت تعرض الضحية لعاهة مستديمة كان سببها الضربة القوية التي تلقاها بواسطة الهراوة. وعليه قضت المحكمة مؤاخذة المتهم والحكم عليه ب15 سجنا نافذة مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، وكذلك قضت بتعويض مدني لفائدة الضحية المطالب بالحق المدني قدره 100,000 درهم جبرا للأضرار التي لحقت بالضحية. طبعا هذا الحكم خلف ارتياحا لدى العديد من المغاربة وانطباعا جيدا. بالمقابل هو رسالة إلى الجميع لضبط النفس وعدم الانجرار وراء مظاهر العنف التي تحدث في الشارع العام. لحظة غضب واحدة كلفت صاحبها 15 سنة سيقضيها خلف القضبان، وكان من الممكن معالجة الموقف بالتسامح والدفع بالتي هي أحسن. شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا دعم القناة، وشكرا جزيلا لكم. دمتم بخير، وإلى اللقاء في فيديو قادم بحول الله.